ايه ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة بجد خطيرة. معايا هنا نص من اللحمة المفرومة وثلاث بصلات مبشورين، وحطيت كمان حزمة كده صغيرة من البقدونس. حط كمان عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسمر كمان، وكمان معايا رشة من القرفة صغيرة، دي اختياري بس جربوها هتعجبكم قوي. وكمان هحط عليها كمان رشة من 7 بهارات او بهارات اللحمة المتوفر عندك تقدري تحطيه. وكمان هحط كمان عليها معلقة صغيرة من الكزبرة ممسوحة، بتدي ريحة الشوي بتبقى حلوة قوي. وكمان هحط معلقة من بيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي اللحمة بتاعتي هايشة، وبتخلي ما بتخليهاش كمان تكش في التسوية. هبدأ بقى كده اقلب كويس جدا في اللحمة، كويس جدا اقلب جامد، هتاخد من 5 ل7 دقايق لحد ما انسكت اللحمة تبدأ تظهر كده، هتبقى ظاهرة زي على شكل فتل زي ما انتوا شايفين كده معايا. هبدأ بقى دلوقتي هي هتكون كده جاهزة معايا، هجيب بقى اي معلقة او خشاب الشيش، وبعد كده هبدأ اصبع عليها اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وده هيخلي معايا الكفتة بتاعتي مستوية كويس، وهيبقى كمان شكل المطاعم. وهبدأ بقى كده اخلص الكمية اللي معايا. الطريقة بجد سهلة وبسيطة ومش بتاخد معايا اي وقت خالص. تقدري طبعا تعمليها باي بهارات متوفرة عندك، المتوفر عندك اعمليه. ده كان شكل الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها. هبدأ بقى اغطي الصينية بتاعتي بالورق الفويل، وهكون مسخنة الفرن على درجة حرارة كمان 220. هتقعد معايا في الفرن من 30 ل 35 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. وطبعا هشيل الورق الفويل وهبدأ احمرها، هي هتاخد التحميرة من الفرن. بعد كده هبدأ اطلع الكفتة بتاعتي، وده كان شكلها مش قادرة اوصف لكم، كان شكل وطعم وريحة حاجة كده رهيبة جبارة فعلا. تقدري طبعا تقدميها مع شوية مكرونة او تقدميها مع عيش وطبق سلطة كده وحبة طحينة، حاجة كده فوق الخيال. جربي الوصفة، الطريقة سهلة وبسيطة والطعم رهيب. مش قادرة اوصف لكم، شايفة الكفتة معايا متماسكة ازاي، مش فكة مني ولا اي حاجة، وبجد طعمها رهيب. الوصفة بجد خطيرة والطريقة سهلة وبسيطة، مش بتاخد معاكي اي وقت خالص. جربوا الوصفة وهستنى رأيكم.